قال لهم كلمه، قال لهم انما يحكم الرجال باللعب. واحنا حياتنا كل يوم لعبه، يعني اللعبه مش بس خيط واحد. لو مثلا بيلعب على الجيتار، عندك على الجيتار مفيش وتر واحد بتركز عليه، في كذا وتر، في 7 اوتار صح؟ فانت لو في وتر اتقطع مش هتعرف تشتغل عليه، لازم تصلح الوتر ده، او لو عملت صوت بيه هيطلع الصوت فيه نشاز اصلا. نفس الحكايه في الشطرنج. حد بيلعب شطرنج؟ طيب ايوه كده بتاع مصر. مش هينفع ما عندكش قطعه واحده بتركز عليه، انما عندك اكتر من حاجه بتركز عليها في نفس الوقت. طب دي بقى خلاص حد يلعب بلاي ستيشن، ما في عندك التيم على بعضه، ما تيجي تلعب بتركز على التيم. ولو لقيت لاعب مثلا زي ما قلنا خلاص بقى شرط حمراء، الدريبلينج بتاعه حاجه بتاعته قلت، فبتبدا تستبدل اللاعب ده. فنفس الحكايه في الكوره، حتى انت عندك تيم كامل مش بتركز على واحد بس. حتى لما نحرك اللعبه دي بتكون رابط خيط في كل حاجه من جسمك. لو في خيط واقع الحركه هتطلع اصلا انت مش هتحبها، ده غير الجمهور اصلا هيقول لك كفايه كده. فنفس الحكايه حياتنا، احنا بننتج فيها منتج رديء لاننا بنهمل ان احنا مطالبين ان احنا نحرك اكتر من خيط في نفس الوقت.